اهلا بيكم حبايبي. النهارده بقى هنعمل مع بعض البطاطا. طبعا البطاطا دي ليها اكتر من طريقه. في ناس بتحبها مسلوقه، في ناس بتحبها مشويه. انا بقى عندي ولادي يا بنات بيحبوا البطاطا مشويه. انا عملت ايه؟ انا جبت البطاطا، نقعتها، وبيبقى فيها حاجات كده من هنا ومن الناحية التانية كده لازم بتشيليها طبعا، وبتنضفيها كويس جدا جدا. تمام. وبعد كده بتصفيها وتحطيها بقى ايه في اي حاجة كده، وتروحي حطاها في فرن البوتاجاز. هحطها دلوقتي في فرن البوتاجاز، وبعد كده هوريكم شكلها عامل ازاي بعد ما بتستوي. طبعا مفيش قطع من البطاطا، كل ولادنا بيحبوها. بتتعمل باكتر من طريقه زي ما قلت لك. ممكن تعمليها تقشريها بعد ما بتستوي تعمليها بالعسل، برضو طريقه برضو حلوه وجميله. لكن انا عندي ولادي بيحبوها بالطريقه دي، اللي انا احطها في البوتاجاز واشويها وبعد كده بياكلوها. هحطها بقى في فرن البوتاجاز. بس يا ريت ما تنسوش اللايك يا جماعه، والمشاهدات كمان عماله بتقل. انا زعلانه جدا والله، عشان انتوا عارفين ان احنا بنتعب في الفيديوهات دي، وزي ما بشاهد للناس بكل صدق يا ريت كل الناس برضو يشاهدوا لي بكل صدق. تمام. يلا انا بقى كده هشغل الفرن واحط البطاطا، وبعد ما اطلعها من الفرن هوريكم عامله ازاي. خليكم معايا. دلوقتي رجعت لكم بعد ما عملت البطاطا. بصوا بقى، انا مش بحب اشويها قوي علشان خاطر ايه الولاد يعرفوا ياكلوها. انا شغلت الفرن عليها زي ما قلت لكم كده على 180 درجه على العالي. وبعد كده ده في الاول، وبعد كده رحت موطياها شويه علشان ممكن تتحرق مني ولا حاجه. والصاجه زي ما انتم شايفين كده مش نوعها مش حلو. من جبتها كانت حلوه، كنت فاكره ان هي نوع كويس، في الاخر طلعت نوعها مش كويس. تمام. فبخاف بقى الصاجه لان هي خفيفه تحرق اي حاجه معايا، فكنت موطيه بقى على البطاطا. تمام. علشان انا عايزاها توصل لكده، يعني توصل اللي هي تبقى طريه طريه، مش عايزاها ناشفه عشان خاطر الولاد يعرفوا ياكلوها. بس عشان انا ماسكه الموبايل ممكن ايه نقطع واحده كده بالمعلقه، وهي كمان سخنه جدا لسه. شايفين اهي؟ شايفين كمان صفرة ازاي وجميله اهي. يا رب تكون الكاميرا موضحاها. طبعا ممكن بعد ما سويتيها تعملي ايه بقى، تقشريها وتعمليها بالعسل. يعني عندي جوزي بيحبها كده قوي، بقشرها له وبعملها له بالعسل وبياكلها كده بالمعلقه، بتبقى طعمها حلو جدا. في بقى اكتر من طريقه، وعلى حسب بقى ما الواحد بيحب ايه، او حسب ما بتاكليها البطاطا ازاي. لكن انا بحب اعملها للولاد بالطريقه دي، بيحبوا ياكلوها كده. وزي ما قلت لك جوزي بحب اعملها له بقشرها له وبعملها له بالعسل، بتبقى طعمها برده تحفه. كده خلاص خلصنا كده البطاطا بتاعتنا. و اشوفكم بقى ان شاء الله فيديو جديد. بس قبل ما اقفل معاكم برضو هقول لكم اللايكات يا جماعه من فضلكم، والله اللايك ده ما بيكهربش وببلاش كمان مش بفلوس. فياريت اللي بيشاهد لي طبعا بشكره جدا من قلبي. يا ريت بس وهو بيشاهد وبيكتب لك كومنت اول حاجه يدوس على اللايك. تمام. واتمنى لكم كلكم التوفيق باذن الله ان شاء الله. وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد في قناه كل يوم مع رشا العربي. باي باي.